نتكلم اليوم عن خطأ دارج وشائع ومنتشر جدا 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 عند الناس في الواتس وفي المقابلات ووجها لوجه. كل الخطأ باختصار ختم الدعاء بالمشيئة، يعني الله يوفقك إن شاء الله، الله يحفظك إن شاء الله، الله يصلحك إن شاء الله. طبعا كل الناس تقول هذا الشيء وهي ما تدري إنه هذا خطأ. كلمة إن شاء الله بعد الدعاء هذا خطأ عقدي. الآن اسمه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، بل يعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى لا مكره له. اعزم المسألة، لا تقول إن شئت، اعزمها، قل اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تب علي، اللهم ارزقني، اللهم اصلحني، لا تقل إن شاء الله. طيب ليش ما أقول اللهم اغفر يا رب اغفر لي إن شاء الله، الله يوفقك إن شاء الله؟ ليش؟ ذكر العلماء علتين. الحين أقول لكم العلة الأولى في السنابة الأولى والعلة الثانية في العلة الأولى أن المشيئة في الطلب لا تتوجه إلا من عليه إكراه، والله عز وجل منزه أن يفعل شيء مكره عليه سبحانه وتعالى. العلة الثانية أن استخدام الدعاء مع المشيئة فيه نوع من الاستغناء عن المطلوب وعن المطلوب منه، وهذا لا يليق بالله عز وجل. طيب يا حبيبنا، في عندنا مشكلة. احنا درجة على لسانتنا ان نقول الله يوفقك ان شاء الله، الله يصلحك ان شاء الله. ايش نسوي؟ ايش البديل؟ هذه خلاص قاعدة على لساني. اذا وقفت على كلمة الله يوفقك تحس ان في شيء ناقص، فاستبدلها بكلمة يا رب، الله يوفقك يا رب، الله يصلحك يا رب، زي كذا. الله يحفظك. أسأل الله عز وجل ان اكون وفقت في فقرتي هذه، فقرة خطأ شائع، وانا باذن الله